إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى يا صباح الفل والجمال على احلى اخوات واحلى صحاب. يا رب تكونوا كلكم بالف خير، وحشتوني جدا جدا جدا. يلا بقى بينا كده فيديو جديد وروتين جديد، نتشجع مع بعض كده ونخش بقى على الفيديو بتاعنا بعد الصلاه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما ننساش بقى تحطي لي لايك وتشتركي بالقناه وتفعلي زر الجرس لو عجبك الفيديو. ندخل بقى بينا كده على الفيديو بتاعنا ونقول بنعمل ايه. دخلنا بقى كده، انا طلعت كده عندي بطايه ونص فرخايه كده من عندي من الديب فريزر، حطيتهم عندي يفكوا كده في الطبق اللي انا حطيتهم فيه. وكان عندي بقى كرومبه وعندي خس، فقلت بقى ايه هعمل محشي كرنب وخس، لان الكرنبايه ما كانتش كبيره قوي، فقلت هعمل جنبها محشي خس. ونزلت بقى كده، جارتي جابت لي بقى خضار من الارض بتاعتها. بقى عايزه اقول لكم بقى الخضار طازه كده، وخضار بقى الارض الفلاحي ده بقى بيبقى ريحته، يعني عايزه اقول لكم مش زي اللي احنا بنشتريه من السوق وبنشتريه من السوبر ماركت وكده، لا ده بيبقى مختلف تماما في الريحه وفي الطعم كمان. فمسكت بقى الخضار بتاعي كده، نقيته، وبعد ما نقيته غسلته بقى طبعا زي ما انتم شايفين كده، هغسله مره واتنين وتلاته واربعه وخمسه لعند المره وعشرين، لان لما اتاكد ان هو نضف معايا وبقى نظيف. بس انا مش مصوره معاكم كل الخطوات عشان بس ايه الفيديو ما يبقاش طويل قوي يعني. ومع ذلك انا مسرعه الفيديو كمان، الفيديو كانت مدته طويله جدا، بس انا ايه قعدت اقص منه وقعدت اسرع فيه وكده. عقبال بقى كده من الحله بتاعتنا تغلي، اللي احنا هنسلق فيها الكرنب والخس. جبت بقى الطماطم كده غسلتها، وهنبدأ بقى ايه نفرم الطماطم وكده. وبما اني بقى كده واحنا بجهز في حاجة المحشي وبنسلق، عايزة ارد على تعليق جالي. واحدة كاتبالي بتقولي هي دي متابعة ليا مستمرة يعني، وانا بحبها جدا، واسمها دودي. المهم هي كاتبالي بتقولي مش عارفة يعني هي كتبت لي التعليق دوت ليه، مع ان الفيديو اللي فات انا مش كنت ذاكرة فيه اي يعني اي حاجة يعني تخليها تسألني السؤال ده، بس بما انها سألت فيبقى لازم ان انا ارد عليها، لان انا وعدتها قلت لها هرد عليك الفيديو الجاي وهتفطسي من الضحك. بس هو اللي فطس من الضحك ايه، ان هي سألاني، انا هحط لكم طبعا التعليق هنا، ايه اكتر كتاب يعني انا قريته وفرق معايا يعني. بصي انا عمري ما اشتريت كتاب عشان اكون صادقه معاكي جدا، ومع ذلك بحب القرايه جدا. طب ازاي بتحبي القرايه وانت عمرك ما اشتريتي كتاب؟ بصي انا عرفت امتى انا بحب القرايه جدا. بحب القرايه اول ما رحت الاعدادي، كان في مكتبة عندنا كده في المدرسة، كان كل يوم خميس بننزل المكتبة ده بنقضي فيها نص الحصص تحت. فأول ما ننزل المكتبة تبدأ القبلة اللي علينا تبدأ تقول، كل واحدة تخش المكتبة تختار الكتاب اللي هي فيه وتقعد على الكرسي أو تقعد على الكرسي يعني، وتقعد تقرا الكتاب بتاعها. فانا كنت بصراحه من هنا بقى بدات ان انا اعرف ان انا بحب القرايه جدا. وبدات كل خميس، كان يوم المفضل يوم الخميس ان انا انزل، عشان خلاص هنزل المكتبه واخد كتاب اقرا فيه. واكتر الكتب اللي انا كنت بقراها كانت كتب دينيه، عباره عن قصص الانبياء والرسل، عباره عن قصه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، زوجاته السيده خديجه، السيده عائشه، ام سلمة. دي اكتر الكتب اللي انا قريت فيها صراحه. الابله كانت بتشجعنا جدا على كده. المهم بقى انا قلت لها، يعني انا كنت رايحه اطلب منها الطلب دوت، وانا كنت خايفه جدا. فقلت لها بعد اذنك يا مس ممكن اخد الكتاب اقراه في البيت، اقرا فيه يعني في البيت، واجيبه لك يوم الاحد او يوم الاثنين؟ قالت لي تمام، معاكي الاسبوع كله، تجيبه لي يعني انت هتاخديه يوم الخميس تجيبه لي يوم الخميس وتاخدي كتاب جديد. فبصراحه عايزه اقول لكم فرحتني جدا. بس قالت لي بقى اوعي لو حد من اخواتك الصغيرين قطع الكتاب. قلت لها لا ما تقلقيش، معلش اخوات صغيرين، انا اصغر حد في اخواتي. فقعدت تضحك وقتها وقالت لي خلاص يا ستي خدي الكتاب معاكي اقري فيه، ويوم الخميس ايه تجيبهولي. وبصراحه بقى عندي متعه القرايه من هنا. وبصراحة مشكورة جدا جزاها الله كل خير، لأن دوت كان ممنوع يعني. لو المدير بتاع المدرسة وقتها عرف كان ده طبعا غلط وكان يضرها كمان، بس مع ذلك هي كانت بتقول اقروا، القراية بتفتح، القراية بتثقف، كانت تفضل تقول لنا حاجات كده. جزاها الله كل خير ويجعله يا رب في ميزان حسناتها. فبعد بقى ما خلصت بقى الثلاث سنين الإعدادي، دخلت بقى الثانوي. فالمهم أنا إيه اتجوزت صغيرة شوية، وبعدين قلت بقى لما اتجوز بقى هيبقى بقى معايا بقى مصاريفي الخاصة، وهشتري الكتب بقى اللي أنا عايزاها، وهقرأ في الكتب اللي أنا بحبها وهكذا. اتجوزت من هنا وحرفيا ما اشتريتش ورا كتاب. ليه؟ كنت بستخسر بصراحة، بقول 300 400 جنيه اللي انا هروح اشتري بيهم الكتب، لا انا اجيب حاجه في البيت، اجيب حاجه للولاد وهكذا. ومع ان دوت بصراحه غلط جدا، بس بقى كل واحد وكانت مقدرته ساعتها. جه بقى بالصدفة أنا كنت بقلب على الفيسبوك، وأنا بصراحة يعني متابعة كذا حد كده اللي هو بنشر مقالات عن الدكتور مصطفى محمود وكده، بحب أقرأ فيها وكده. فالمهم لقيت حد نشر تعليق جزاه الله كل خير، أو جزاه الله كل خير وقتها، إن في أبليكيشن
اسمه مكتبة الكون. فبصراحة أنا ما صدقت ودخلت على الأبليكيشن، نزّلته من على جوجل بلاي، وبصراحة من ساعتها يعني هي مش من الموضوع ده مش من فترة كبيرة، لأ ده من فترة قصيرة، بس بصراحة يعني فرق معايا جدًا في القراية، سهّل عليّا كتير، لأ باشتري كُتب وفي نفس الوقت بس بُصّوا عايزة أقول لكم برضه حاجة، هي المتعة إنِّك أنتِ تقري من الكتاب دي لها متعة تانية غير التليفون بصراحة يعني، بس كل واحد بقى ومقدرته، لو أنتِ مقدرتِك تشتري كتب وتجيبي دوّة براحتك أنتِ ويرجع لِك أنتِ، بس لو في حد يعني مش عارف إن هو يشتري ونِفْسه يقرأ وكده، أنصحكم بالapplication دوّة، والله ما دعاية ولا إعلان ولا أي حاجة، زي ما أنا استفدت فأنا حابة أفيدكم يعني، لعل وعسى لو أي حد حابب يقرأ ومش عارف زي ما قُلت ينزّل الapplication هيسهّل عليه كتير. بما إن بقى هي سألتني أكتر كتاب أثّر فيّا إيه، هاقول لِك الفترة الأخيرة كتاب رسائل من القرآن، الكتاب دوّة حلو جدًا، 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 فيه حاجات شاملة الدنيا كلّها، شاملة يعني مش بيتكلّم عن حاجة معيّنة لأ، بيتكلّم عن حاجات كتير وكلّها آيات من القرآن مع تفسير، مع مواقف، مع موقف مع الصحابة، مع حديث، فبُصّي بيحكي حاجات كتير، فأنصحِك بيه بصراحة يعني حلو أوي. أنا عارفة إن أنا رغيت كتير، أنا عارفة من غير ما تقولوا إن أنا صدّعتكم، أنا عارفة، بس سامحوني بقى بما إنها هي سألتني، فأنا قُلت بقى إيه، أجيب الماضي بالجديد بالحاضر بكلّه، فسامحوني بقى، بس طبعًا الفيديو شارح نفسه يعني من غير ما أنا أحكي تفاصيل وعملت إيه وسويت إيه، فقُلت بما إنها سألتني فأنا أرُد عليها، إن دي متابعة غالية عليَّ شوية. بُصّوا بقى أنا سلقت الكرنب هنا، والكرنباية طبعًا زي ما أنتم شايفين كده هي صغيّرة مش كبيرة، عشان كده عملت جنبها خَس، وأنا باحشي الاتنين في حلة واحدة عادي جدًا بنفس الطريقة ونفس طريقة التسوية، وإحنا طبعًا بنحب الخس جدًا. طبعًا بعد ما سلقت الكرنب زي ما شُفتوا كده غسلته، وبس الخس بعد ما بتسلقيه ما بيتغسلش، الخس بتغسليه قبل ما تسلقيه، لإن طبعًا بيبقى فيه طينة وفيه حاجات وكده، فبتغسليه وبعدين تنشفيه وبعدين بقى إيه تسلقيه، بس بعد السلق ما يتغسلش، الكرنب بس هو إيه اللي اللهم صل على النبي هو اللي بيتغسل. الكرنباية طبعًا كانت صغيرة وفي نفس الوقت كان فيها ورق أخضر كتير، فطبعًا أنا ما عملتش الورق الأخضر ده كلّه، سِبت يعني شوية منه. مع إنها هي كانت صغيرة، بس أنا زي ما قُلت لِك ما عملتش الورق عملت بس الرصة الأولانية بس في الحلة زي ما هتشوفوا كده. هنا بقى كنت أنا بقى مطلّعة البطاية دي، البطاية دي طبعًا حجمها صغير لإن دوّة بَط بلدي، اللي يعني الناس اللي في الأرياف اللي زي حالاتنا يعرفوا البَط البلدي والبَط الشرشيري والبَط المُوَر. أنا عارفة إن في ناس يعني هتستغرب، بس لأ هو البَط أنواع، وده بَط بلدي اللي هو بيبقى راكد أو هو بيبقى نايم في البيت بيطلّع بَط صغير تكبر بتبقى كده. عُمر البطة دي سَنة. بالضبط، عمرها سَنة في بطة كبيرة يعني عمرها كبير، طَب أنتِ إيه اللي عرفِك؟ لإن طبعًا أنا اللي مربية البط دوّة، وأنا اللي دابحاه وأنا اللي منضفاه وأنا اللي عاملة كل حاجة. بمناسبة بقى إن أنا اللي دابحاه، في واحدة كتبت لي قالت لي: "يا ريت تورّينا طريقة الدبح إزاي." بُصّي لو ينفع كنت عملت لِك فيديو والله مخصوص أورّيكِ طريقة الدبح إزاي، بس طبعًا الفيديو أول ما أعمل كده وأنزّله على اليوتيوب هيتحذف فورًا، وهيتحظر كمان لإن دوّة بيخالف سياسات اليوتيوب، فأنا ما أقدرش إن أنا أورّيكِ إن أنا باذبح البطة أو الفراخ إزاي. هنا بقى كنت خلاص قعدت بقى إيه، عندي كده في المطبخ قعدت بقى حشيت الحلة دي وحشيت كمان حلة صغيرة، بس قُلت هاعملها في يوم تاني. هنا بقى إيه، سقيت من المحشي عندي كده من الشوربة بتاعة البطة، وهنا بقى كانت البطة عندي كده كانت استوت وطلّعتها وحمّرتها طبعًا زي ما أنتم شايفين كده، ورشّيت عليها ملح بكمون بفلفل أسمر، عندي برطمان مخصصاه لكده باحط منه على جميع الأكل، وبعد ما البط عندي بيتحمّر بارُش عليه رشّة كده بتخلّي البط يعني ريحته حلوة وطعمه حلو. المحشي بقى كان استوى، بُصّوا بقى كده، دي بقى المواعين مش بتاعة الغدا، يعني إحنا كنا لسه أصلًا ما اتغديناش، حمايا قال لي هاروح أصلّي العصر وهاجي بقى تكوني أنتِ خلّصتِ، أنا كنت خلاص يعني إيه، كنت خلّصت بس قال لي هاروح أصلّي الأول. فالمهم بقى قُلت عقبال ما يصلّي وييجي يكون أنا إيه، غسلت حبّة المواعين دول، هو بقى كمان جاب لي مفاجأة في آخر الفيديو هتشوفوها مفاجأة يعني مفاجأة مفاجأة بصراحة يعني إيه، الحمد لله. فالمهم بقى أنا غسلت المواعين طبعًا زي ما أنتم شايفين كده، بس طبعًا كان لسه بعد ما اتغدينا كان في بقى مواعين تاني بقى، أنا فضّيت بقى الحلل الكبيرة دي حطيتها عندي البواقي الشوربة وباقي المحشي وكده يعني في حلل صغيّرة والباقي إيه، غسلته طبعًا بعد الغدا. المفاجأة بقى اللي حمايا جابها لي، جاب لي إيه بقى، بُصّوا هتشوفوها في آخر الفيديو، هو جاب لي فرختين، لقيته بيقول لي: "بُصّي اطلعي بُصّي يا دينا برّه أنا جايب لِك حاجة برّه." فقُلت له: "جايب إيه؟" قال لي: "بس اطلعي بُصّي." فطلعت أبُص لقيت قُلت له: "ده دول فراخ، أنت جايبهم ليه؟" قال لي: "جايبهم لِك عشان تذبحيهم وتنضّفيهم وتبقى تعمليهم كده في يوم في الأسبوع." فعايزة أقول لكم كنت عايزة أصوّت، عايزة ألطم.
هو أنا ناقصة؟ ده أنا لسه مخلّصة. كنت بقى إيه، شطّبت بقى البوتاجاز، وكنت بقى غسلت البوتاجاز، وشطّبت المطبخ، وشِلت بقى إيه السجادة بتاعة المطبخ. يعني كنت نظّمت وخلاص بقى هاطلع بقى على الشقة عندي فوق. فرجعت بقى هدّيت كل حاجة بقى إيه، مكان بقى التنضيف وكده. فالحمد لله بجد يعني كان يوم مقرف شوية، بس الحمد لله محشي بقى وتنضيف يعني بجد كان يوم صعب شوية. فالحمد لله، الله المستعان. وبكده بقى فيديو النهارده يكون خلص. هاسيب لكم بقى المفاجأة بتاعة حماية في آخر فيديو تتفرجوا عليها، الفرختين صلاة النبي عليهم أوي يعني. وبكده بقى فيديو النهارده يكون خلص. أتمنى يا رب تكونوا حبيتوه واستفدتوا منه واتشجعتوا منه. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس لو الفيديو عجبك، واكتبي لي تعليق حلو منك. ويكفيني بس انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وهنا بقى كانت مفاجأة حماتي اللي انا ما كنتش مبسوطة بيها خالص يعني، لانها جت في وقت انا ما كنتش مستلطفاه بصراحه يعني. يا ريته جابها في وقت تاني. بس الحمد لله كنا بقى ايه، دبحتهم ونضفتهم وحطيتهم عندي في الديب فريزر كمان. فاشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف الف سلامه.